شحال هادي في عهد اليونان فاش كانت الحضارة في أوج العطاء ديالها، في واحد المنطقة كانت تحت الحكم ديال الإلهة أثينا إلهة الحكمة والحرب. كان في واحد المعبد كانت واحد البنت زوينة بزاف وسميتها ميدوسا. ميدوسا كانت كتخدم الإلهة أثينا، فكانت هي معروفة. هاد ميدوسا كان شعرها طويل وحريري وجهها كان بشوش ومنور. ميدوسا كانت كاهنة في هذا المعبد، وكانت متفانية ومطيعة. واحد النهار جا الإله بوسايدن إله البحر، جا باش يشوف الإلهة أثينا، وفي ذاك الوقت بنت ليه ميدوسا، عجبته ميدوسا فبغى يستغلها. بوسايدن حاول يتقرب منها في ذاك المعبد، ولكن ميدوسا رفضته. بوسايدن ما عجبوش الحال ومرضاش، ففرض راسو عليها. أثينا ساقت الخبار لهادشي. بوسايدن دار خطأ، ولكن حيتاش هو إله ما تقدرش أثينا تحداه، ففرغت الغضب ديالها في ميدوسا اللي كانت ضحية. عاقبتها ونفاتها لواحد البلاصة فين غدوز الأبدية تماك، ولعناتها وشوهت الصفة ديالتها. شعرها حولته لأفاعي صغيرة، لدرجة أي واحد شافها أو لا تجرأ يقرب منها غيتحول لحجر. فبالتالي ميدوسا تعاقبات على شي حاجة اللي ما عندها حتى يد فيها. ميدوسا تظلمات في بعض الأحيان. أحداث ظالمة وغير عادلة كتقدر توقع للناس بريئين، وبعض الخطرات هادشي تيكون نتيجة ديال الحسد والغيرة. ولكن العبرة من هاد القصة أن ميدوسا رغم اللعنة والظلم اللي وقع ليها، إلا أنها من بين المخلوقات القويات في هاد الأساطير اليونانية. رغم أنها دابا ملعونة، تا واحد ما يقدر يأذيها ولا يظلمها. بعض الخطرات شي حوايج كيوقعوا لينا في حياتنا كيكونوا دروس تنتعلموهم وكنتقووا منهم. هاد القصة خصها تكون عبرة لينا أننا عمرنا ما نستسلموا وعمرنا ما نتقبلوا الظلم. أسطورة ميدوسا هي من الميثولوجيا اليونانية، وكتبقى واحدة من أقوى الصور الرمزية. من جهة الضحية مهانة، ومن جهة أخرى وحش مرعب كيحول الناس لحجر بنظرة واحدة. القصة فيها تناقض قوي ما بين البراءة والعقاب، وما بين القوة والوصم. ميدوسا في هاد الرواية هي كانت كاهنة عند الإلهة أثينا. بوسايدن دخل لهاد المعبد ديال أثينا وفرض راسو على ميدوسا. فهاد الفعل كيتسمى هو كاعتداء. بدل ما تعاقب المعتدي، أثينا عاقبت ميدوسا اللي كانت ضحية، ولعنتها بأنها تكون معزولة وتنفى. فميدوسا ولات معلقة ما بين الشفقة والرعب، وفي النهاية بقات كتسمى ميدوسا كوحش في الأساطير وفي القصص اليونانية، رغم أنها كانت في البداية ضحية. ميدوسا قبل التحول كانت كاهنة، كانت إنسانة، كانت محترمة، كانت عندها واحد المكانة مقدسة وحماية مرتبطة بالمجتمع بالهيكل. ولكن بعد العقاب تحولت لوحش. فالرمزية ديال هاد الشخصية هو أن الضحية اللي تحولت لرمز للخوف. ميدوسا كتجسد الأنوثة المطلوبة والممنوعة في آن واحد، مجبورة على الصمت والعقاب في عود العدالة. أثينا الدور ديالها هو إلهة الحكمة، ولكن في هاد القصة كتظهر قاسية وظالمة، كتعاقب ميدوسا عوض ما تعاقب بوسايدن. فالرمزية اللي جاية من هاد القصة هي السلطة الدينية أو الذكورية اللي كتفرض قواعد ديالها حتى ولو كانت ضد الضحية. أما بوسايدن فكيف ما كتعرفوا بوسايدن هو إله البحر، والدور ديالو في هاد القصة هو مهاجم أو كيمثل القوة الذكورية المسيطرة. وكيف ما كتعرفوا أن بوسايدن فهو إله، كيف ما قلت لكم، إله البحر. ومعروف أن البحر تيكون ديما هايج، تيكون عنيف، تتكون في أمواج عنيفة. يعني هو في طبيعته كاين واحد العنف، كاين واحد الهجوم. فالرمزية ديال بوسايدن في القصة هي أن السلطة اللي تقدر تعتدي ولا تتهرب من المسؤولية. نناقشوا دابا شويه الرموز المهمه والتفاسير ديالها. فميدوسا فاش غتحول الشعر ديالها غادي يولي فيه يولي على شكل افاعي.
فدوك الأفاعي هما رمز للخطر، ولكن تقدر تمثل كذلك القوة الأنثوية المركبة، قوة طبيعية وشر. أما بالنسبة للنظرة ديال ميدوسا فاش كتشوف شي إنسان وكيتحول لحجر، فالتمثيل ديالو هو تجميد وشل الفعل، اللي كيشوفها كيوقف ما كيقدرش يتحرك، فهو رمز لخوف اجتماعي يمنع الفعل والمقاومة. ممكن تقراها بحال عقوبة الصمت، الضحية اللي الدور ديالها تحول لتهديد كيمنع الناس من الاقتراب. أما بالنسبة للمعبد أو الجريمة اللي كانت داخل المعبد، فالمعبد هو مكان مقدس، وقوع الاعتداء فيه كيرمز لاهتزاز قواعد مقدسة والثقة. العقاب في الضحية داخل المعابد كيرمز لتواطؤ المؤسسات. أما بالنسبة للنفي أو الضرب، فهنا النفي ديال ميدوسا كان كيرمز إلى الوصم الاجتماعي وقطع الروابط، وهذا الشيء زعما راه كنشوفوه في الواقع ديالنا، يعني هذا الشيء ما تخادش غير هكاك، يعني هاد القصة ديال ميدوسا هو تجسيد للواقع ديالنا. أما بالنسبة للأبعاد النفسية، فهاد الشيء كيمثل الصدمة أولا كيف ما كنقولوا تروما. ميدوسا كتعيش واحد الصدمة قوية نتيجة الفعل اللي وقع ليها، والنتيجة هو التحول اللي هو الرمز لآثار الصدمة، العزلة، الغضب، تحول ديال الهوية، شعور بالعار. المجتمع كيرمز ليه كنوع من الانتقام عبر جعل الضحية مصدر خوف بدل المجرم، يعني واحد التناقض كبير كاين. القوة كآلية دفاع، المظهر المرعب ديال التحول ديال ميدوسا فاش تحول ليها شعرها والنظرة ديالها اللي كتحول الناس لحجر، كتقدر تكون دفاع نفسي باش الضحية ما تتعرضش مرة أخرى. كيف ما قلت لكم أن الإنسان فيما كتوقع ليه شي تجربة صعيبة ولا قوية لي هذا، يعني الإنسان راه كيتبدل، التجارب كتبدل الواحد وكتقويهم. فميدوسا هنا ولات إنسانة مختلفة، بحال بنات واحد الجدار كيبعد الناس. أما من الناحية الاجتماعية فكنلاحظوا أن المجتمع كيعاقب الضحية بالنبذ، بالعزلة، ماشي بالعقاب العادل. هاد الشيء كيعكس كيفاش المجتمعات المحافظة كتحمي الهيكل ديال المجتمع بدل ما تحمي الأفراد. أما المؤسسات سواء كانت كيفما كان نوعها، فالآلهة والمعبد اللي كيمثلوا المؤسسات، القصة كطرح النقد ديال تسيب المؤسسات في حماية الضحية، وكيفاش أن رغم دوك القوانين ورغم أن داك الهيكل كامل ما قدرش أنه يحمي الأفراد. أما بالنسبة لميدوسا فهي كانت كاهنة، كانت عندها واحد المكانة في المجتمع، ولكن داكشي كامل بحال مشى في الفراغ، تطردات بسرعة. هادشي كيبين الهشاشة ديال وضعية المرأة حتى واخا تكون عندها واحد الرمزية مقدسة. هادشي كيبين كيفاش أن الحياة تقدر تبدل عليك بين ليلة وضحاها. كيبين لينا هادشي كيفاش أن في العالم ديالنا كيفاش أن بوسايدن حيتاش كانت عنده نفوذ وسلطة قوية بزاف، قدر أنه يتهرب من المسؤولية، وقدر أنه يدير داكشي اللي بغا بدون تحمل المسؤولية. والضحية هي اللي خدت اللوم والعتاب. الضحية ما كانتش عندها، رغم أنها كانت عندها واحد المكانة، ولكن ما كتقارنش مع المكانة ديال بوسايدن. الضحية ما كانتش عندها وسائل الدفاع. ففي الاخر خصنا نطرحوا راسنا واحد الأسئلة: من المسؤول ومن المتهم؟ القصة كتطرح واحد الأسئلة كثيرة أخلاقية. علاش الضحية كتحمل العقاب؟ واش العدل مبني على القوة ولا على الحقيقة؟ النقد هنا كيبقى ولا كيبين لينا كيفاش أن ماشي حيتاش مجتمع أو واحد المجموعة الناس كتآمن بواحد الفكرة وكديرها كقاعدة أخلاقية ولا كقاعدة عامة كيعني أنها صحيحة. فأخلاقية المجتمع بعض الخطرات كتكون خاطئة.
فهنا فين كيكون كيجي النقد وكنقولوا أن مراجعة الأفكار بعض الخطرات كتكون مزيانة لينا، مزيان الواحد أنه يجلس ويفكر دوك الحوايج اللي دارهم ويقول واش فعلا هي أخلاقية ولا لا. ديك مراجعة الأفكار بعض الخطرات كتخلينا أننا نفهمو شي حوايج، وأن بعض الخطرات راه ماشي حيتاش واحد المجموعة كاملة فرضت عليك ديك الفكرة راه كتعني أنها عندهم الحق. بعض الخطرات يقدر يكون فرد واحد هو اللي عنده الحق على مجموعة كاملة. ميدوسا في الأسطورة الأصلية كتعتبر وحش في نظرة المجتمع. الفكرة أن الوحش أحيانا نتيجة فعل إنساني ماشي خلقة فطرية. الوحش ما كيتزادش وحش، ولكن راه المجتمع اللي كيكونه. في الاخر خصنا نقولوا ان ميدوسا راه ماشي غير وحش في الحكايه، ولكن هي واحد الرمز مركب. هي ضحيه متمرده، وحش وقوه. القصه كتهضر على الظلم، على كيفاش التعامل ديال المؤسسات كان مع الضحيه، كيفاش المجتمع كيحول الالم الى رهاب بدل المواجهه. في الوقت اللي الناس كيشوفوها هي كقبيحه ولا كخطيره، تقدر تقراها كذلك كسلاح للمطالبة بالاعتراف والعدالة. كنتمنى تكون عجبتكم هاد القصة والتحليل ديالها، فما تنساوش تتابعوا عالم سيليا باش ديما يوصلكم الجديد. ولا بغيتو مازال بزاف ديال هاد القصص اليونانية، عندي بزاف ديال القصص، بزاف د الحوايج اللي نقدروا نناقشوهم. قولوها ليا في لي كومونتير. الا عندكم شي افكار اخرى قولوها ليا، ما تبخلوش عليا باي حاجه. فوصلنا للخ ديال الفيديو. بسلامه عليكم، حتى لشي فيديو اخر ان شاء الله. سلامه.